في بنت بسيطة كانت بتحلم تعمل مشروع خيري لإطعام المحتاجين، بس ما كانش معاها فلوس. كل يوم كانت تدعي وتقول يا رب لو قدرت هخدم الناس دي بإيدي. في يوم واحدة من صديقاتها سمعت نيتها واتبرعت بمبلغ صغير وقالت حسيت إنك صادقة. المشروع بدأ صغير جدا، بس بمرور الأيام بقى مصدر رزق لعشرات الأسر. البنت دي قالت في لقاء تلفزيوني أنا ما كانش عندي غير نية صافية وربنا كملها ببركته. شوف ازاي النية كانت البداية وربنا أداره الباقي. علشان كده اكتب لي في الكومنتات ايه الحاجة اللي نفسك تعملها لله بس لسه ما بدأتش فيها. واللي عايز اقوله لحضرتك اجعل نيتك دايما لله حتى في الحاجات الصغيرة. ما تستناش الظروف، ابدأ بالنية وربنا هيكمل لك الباقي. النية الصافية بتفتح أبواب ما كنتش تتخيلها. جدد نيتك كل يوم لأن القلوب بتتغير والنية محتاجة مراجعة. وافتكر اللي نوى لله عمره ما خسر.